أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناة الأخبار الجزائرية. ما تنساوش تدعمونا بجام واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. نيس يعلن إيقاف الجزائري يوسف عطال بسبب تضامنه مع فلسطين. إذا أعلن نادي نيس الفرنسي إيقاف النجم الجزائري يوسف عطال عن تدريبات الفريق حتى إشعار آخر، وذلك في إطار التحقيق معه بسبب قضية تضامنه مع قطاع غزة الذي يتعرض باستمرار لقصف وحشي من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. ونشر نادي نيس الأربعاء بيان على موقعه الرسمي جاء فيه أن النادي قرر إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر. وكان يوسف عطال قد نشر الأحد الماضي مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام يدعو إلى أن يسلط الله يوما أسودا على اليهود في إطار تضامنه مع القضية الفلسطينية، ليحدث العكس بتصعيد غير مسبوق ضده. وتصريحات من شخصيات فرنسية شهيرة وخصوصا على المستوى السياسي، وكذلك نقاشات على عشرات القنوات الفرنسية التي تدعو إلى طرده طردا نهائيا من الفريق.